ولي اول مره غادي تقدم هاد الطريقه باللغه العربيه اللي هي وحده من احسن وابسط الطرق اللي تخليك تبني اي عاده بغيتي. باغي نتعلم التجاره الالكترونيه ونزيد الدخل ديالي بها. غادي نمشي نتفرج في شي كورس مجاني في يوديمي ولا فايفر، ولا نقدر ندخل حتى لهاكس نيشن. فهاد النموذج كيرتكز على ثلاثه الحوايج اساسيين. هنا كنقول لك مبروك اللي تمكنتي من انك تبني واحد العاده اللي غادي تدوم معك لمده طويله. بناء العادات كتعتبر من اصعب الحوايج اللي ممكن ديرهم. شحال من مره كتلقى راسك باغي تعلم شي مجال اولا باغي دير شي رياضه ولا شي حاجه، كتلقى راسك كيديتيها في اسرع وكتبقى دوز من مجال لمجال، من رياضه لرياضه، على اساس انك غتلقى الرياضه اللي غتستقر فيها، which حاجه منطقيه. الا ما كنتيش عارف هاد النقط الاساسيه اللي غندوي عليهم اليوم كيكون صعيب عليك وصعيب بزاف انك تبنى شي عاده. في الاخر ديال هذا الفيديو كنوعدك باللي غتولي متمكن تبنى اي عاده بغيتي وباسهل طريقه علميه مجربه وفعاله. في هاد 6 دقائق ولي اول مره غادي تقدم هاد الطريقه باللغه العربيه اللي هي وحده من احسن وابسط الطرق اللي تخليك تبني اي عاده بغيتي. المهم قبل ما نبداو خلي معاك ديك لايك ابوني ونبداو على بركه الله. The BG Fox Behavior Model هي واحد الطريقه من تطوير الاستاذ BG فوك من جامعه ستانفورد. فهذا النموذج هذا حاول فوك بانه يدرس سلوكيات البشر وشنو اللي كيخلي الانسان يتخذ واحد السلوك وواحد السلوك ما يديروش، وهاد الطريقه اللي كتخلينا بسهوله نتبناو واحد السلوكيات جداد ونتخلوا على بعض السلوكيات اللي بغينا. فهذا النموذج كيرتكز على 3 الحوايج اساسيين: الدافع اللي هي الموتيفيشن، القدره الابيليتي، والاشاره اللي هي البرومبت. الدافع هو الرغبه في القيام بواحد السلوك معين، والقدره هي القدره على القيام بداك السلوك، اما الاشاره هي الحافز اللي غادي يخليك تقوم بداك السلوك. فوق هنايا كيقدمنا الدافع على انه هو القوه اللي كتخليك تقوم بواحد السلوك. يمكن هذا الدافع يكون ايجابي، مثلا بحال تحصل على واحد المكافاه في الاخر ما دير داك السلوك، او يكون مثلا سلبي، مثلا بحال الخوف من تلقي واحد العقوبه على سبيل المثال. وبصفه عامه الرغبه في الحصول على واحد المتعه او تجنب الالم. الا جينا نسقطوا على الجانب الاجتماعي بحال مثلا البحث عن القبول الاجتماعي او تجنب الرفض. اما من ناحيه القدره كتعني مدى السهوله ولا الصعوبه ديال داك الشخص على تنفيذ داك السلوك. مثلا الا كان داك السلوك اللي غادي تقوم به صعيب بزاف ومعقد عليك، فهذا تيكون سبب كافي انك ما تقومش بداك السلوك. ولكن كلما كانت الحاجه سهله وبسيطه كلما كان عندك القدره انك تقوم بها بسهوله. يعني هنا الا بغيتي انك تكون واحد القدره باش دير واحد السلوك، خصك تبسطو لاقصى قدر ممكن وتحيد كاع العوائق والحواجز اللي ما كتخليكش تقوم بداك السلوك. بطبيعه الحال هنايا كنهضروا على انك خصك تزيد من المهاره ديالك مع الوقت وتعلم حوايج جداد اللي تسهل عليك انك دير داك السلوك. اما بالنسبه للاشاره او للحافز اللي هو الالارم اللي كينبهك بانك خصك دير داك السلوك، وخصك تعرف باللي مستحيل انك دير السلوك اذا كان الدافع والقدره متوفرين والاشاره او الحافز غير موجود. دونك هنا الا بغيتي تبنى واحد العاده جديده خصك تزيد الدافع من خلال انك دير مكافآت لراسك الا قمتي بداك السلوك، او تحرم راسك من شي حوايج الا ما درتيش داك السلوك. ثانيا خصك تحسن من القدرات ديالك وترفع القدرات ديالك. اول خطوه هي انك تبسط الحاجه لاقصى قدر ممكن وخليها خطوات مرتبه وسهله باش تقدر ديرها باسهل شكل ممكن، وحاول تحيد كاع المشتتات والحواجز اللي كتعيقك باش تكمل في هذه الطريق بسهوله. اما بالنسبه للحافز او الاشاره خصو يكون اشاره واضحه اللي كتخليك تاخذ السلوك ديالك باسرع طريقه ممكنه. كما كتشوف في التصويره، واخا تكون عندك موتيفاسيون عاليه ولكن الابيليتي قليله، فالاشاره ما كديرش خدمتها. يعني بخلاصه باش الاشاره تعطي الدور ديالها خص واحد من هاد الجوج، سواء الموتيفاسيون سواء القدره خصو يكون عالي بزاف، اولا خصهم يكونوا بجوج في واحد المستوى اللي هو عالي. مثال اللي غادي يوضح لك هادشي كامل وما غتبقاش تالف. نطبق هذا المثال هذا على اي حاجه، اي مهاره بغيتي تتعلمها. نعطينا مثال باغي نتعلم التجاره الالكترونيه ونزيد الدخل ديالي بها. هنا ملي قلت لكم نزيد الدخل ديالي انه عندي دافع واضح، باغي دافع مادي، وفي نفس الوقت باغي نتعلم شي حاجه جديده، مهاره جديده ونعمر بها وقتي. ما تعرف الدوير الزمان هذه، الا خرجت من خدمتي الرئيسيه تقدر تكون التجاره الالكترونيه هي مصدر الرزق الاساسي ديالي. بالنسبه لزياده القدره ولا تطور من راسك او تكبر الابيليتيز ديالك، خصك اول حاجه تبدا تتعلم الاساسيات. غادي نمشي نتفرج في شي كورس مجاني في يوديمي ولا في فايفر، ولا نقدر ندخل حتى لهاكس نيشن. نبدا بدورات اللي تيكونوا ساهلين وواضحين وما فيهمش بزاف الوقت باش على الاقل نتفاميلياريزي مع هذا الدومين هذا ونقدر نفهم الاساسيات. من ناحيه الوقت ديالنا نقسموا على وقت قصير، مثلا كل يوميا ناخذ واحد 30 دقيقه كبدايه، من بعد نبقى نرفع الوقت ساعه، ساعه ونص، حتى
كنلقى راسي وليت كناخذ ساعات وساعات وانا كنتعلم بلا حتى شي مشكل. غنزيدك واحد القضيه اللي تخليك ديما في المود ديال انك تتعلم هذا الدومين هذا، هو انك تبدا تفولوي الناس في انستغرام او في يوتيوب، الناس اللي كيهضروا على هذا الدومين بزاف، باش تولي هذيك هي الكونفورت زون ديالك، ما يوليش عبء عليك انك تدخل تتعلم ديك الحاجه. كنظن الفكره واضحه هنايا. بالنسبه للاشاره خصها تكون اشاره كما قلت لكم واضحه. مثلا انا باغي نتعلم، اول حاجه كنفيق كنغسل وجهي كنصلي كنجلس نفطر، مورا الفطور اوتوماتيكمون خصني نربط الفطور بالتعلم، يعني اوتوماتيكمون يوليو يجيو مع بعضياتهم. مورا ما نفطر ديريكتومون خصني ناخذ واحد 30 دقيقه مثلا نبدا نتعلم فيها. ولا كنتي كتنسى بدا انك دير ريفي او تعلق وريقات صغار في البيرو ديالك باش ما تنساش. الا بقيتي كدير هذه العمليه لواحد المده ديال اسبوعين 3 اسابيع حتى لشهر، غتلقى راسك ولات هذيك هو النورمال ديالك ولا هو اللايف ستايل ديالك. غتحس بنهارك ناقص الا ما درتيش ديك العاده. هنا كنقول لك مبروك بلي تمكنتي من انك تبني واحد العاده اللي غادي تدوم معك لمده طويله. ما عليك غير استمرار وتصبر مع الايام الاولى، حيت اصعب حاجه الايام الاولى. الا انضبطتي وتبعتي النظام كامل راه مستحيل تكون عندك صعوبه في انك تبني واحد العاده. هذه كانت الطريقه او الموديل النموذج اللي بغيت ندوي لكم عليه اليوم. نتمنىكم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش معكم ديك لايك ابوني، ونتلاقاو في فيديو جديد.